ولم يصل إلى خط المرمى إلا مرة واحدة بركنية. هذا التقدم الآن لبرشلونة، ميسي يسقط وترجع الكرة إلى كوينكا، ومرة أخرى فابريغاس إلى ميسي بدون رقيب وبدون حسيب، وميسي يسجل الهدف الخامس عشر هذا الموسم. ليو ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43. ليو ميسي ينهي المباراة منذ شوطها الأول، والذهول على وجه روبرتو خيمينيز والفرحة في مقعد البارسا. وبرشلونة إذا ينجز المهمة في الشوط الأول، وأجويري الذي تحدث عن الثقة بقدرة فريقه ربما لا يجد انعكاسا لحديثه على أرضية الملعب. ليو ميسي يحتفل، ليو ميسي يسجل الهدف الثاني، ليو ميسي يرفع رصيده إلى 15 هدفا على رأس قائمة الهدافين. هنا يغطي المدافعان على ميسي، وكيف يترك لاعب مثل ميسي وحيدا بدون رقيب؟ كيف يترك ميسي وأمامه هذه المساحة؟ هذا سؤال كبير لدفاع ساركوستا مهاجم برشلونة. يأخذ الكرة ويدور. طبعا مهاجم ومهاجم مثل ميسي إذا لف الكرة باتجاه المرمى فيعني عليه على